السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله يوم جديد وفيديو جديد، والنهارده هنعمل فول مدمس. شايفين بقى الحلاوه ديت؟ والفول بقى بصوا، عايز اقول لكم زبده. بصوا الفوله بتدوب كده هي والقشره بتاعتها. يلا بقى نشوف العظمه دي اتعملت ازاي، وبمكون سر واحد بس هيخلي كل حاجه معاكي زي الفل، وهيكون القشره دايبه زي بتاعه المحلات بالظبط. بصوا انا هنا اول حاجه، انت عارفين طبعا ان الفول المدمس لازم يتنقع، ولازم يتنقع كويس جدا طبعا، ولازم يتغسل كويس جدا برضو. بص لما تيجي تجيبي الفوله، لازم تجيبي الفوله اللي هي ايه، تكون صغننه وتكون فاتحه. ما تجيبيش الفوله السمراء اللي هي الصغيره اللي هي السمراء خالص، دي بتسود لك الفول. بصوا احنا هنجيب الفول، انا جايبه الكيلو دوت، كنت جايبه ب60 جنيه، وجايبه نص مدشوش فول مدشوش. النص المدشوش دوت الكيلو بتاعه برضه عامل 54، بس انت هتجيبي منه نص كيلو بس. بصي هي اول حاجه انت عندك هنا بننقي كويس الفول، بيبقى فيه مثلا زي قشره حاجات كده، بتبقاش مش لطيفه يعني، ما ينفعش طبعا يتعمل من غير ما يتنقى، فلازم ننقيه كويس. وبصوا برضو الفول المدشوش برضو هو بيبقى صغير ومتعب شويه، بس لازم برضو هو كمان يتنقى. بص هنقي الاتنين معاهم، نقيت الفول المدمس وهنقي الفول المدشوش، تنقي كويس برضو، ولازم هما الاتنين يتغسلوا غسله كويسه جدا، يعني جدا جدا، يعني تطلعي كل السموم اللي فيه وكل اي حاجه. ولازم برضو الفول لازم يتنقع يعني من 12 ساعه ل 24 ساعه. كل ما زودتي في الوقت، كل ما كان بالنسبه لك يبقى احسن، لان هو في حاجه تقريبا ماده اسمها في القشره، اسمها فوليك اسيد تقريبا، او فوليك اسيد حاجه زي كده. ديت الماده ديت يعني ما بتبقاش مش كويسه احنا ناكلها يعني. فالماده دي بتبقى في القشره، بتتفكك من القشره وتبدا تطلع بعد 12 ل 24 ساعه. فعشان كده لما اقولك لما تنقعيه لازم تغسليه كويس جدا بعد النقع، وهو دي الماده اللي بتخليه يطلع زي رغاوي كده، او رغاوي على الوش واحنا بنعمل البتاع. بص انا هنا انا نقعته. بصي انا لازم ننقعه 24 ساعه، انا بالنسبه لي بنقعه 24 ساعه. بصي بعد ما تنقعه 24 ساعه، بصي بينفش ازاي وبيكبر، والميه بتاعته صفرا. انا غيرت الميه دي مرتين عشان خاطر ايه، كل انزل اي سموم فيها يعني او كده. بصوا يعني انت لازم تحطي برضه في اطباق كبيره، عشان ايه هينفش معاكي ما شاء الله، بيزيد يعني. بص بقى هنا بقى الناس كلها بتدمس في قدرة الفول. انا بالنسبه لي قدرة الفول دي ما بتاخدش حاجه يعني. نقي اكبر حله عندك، اكبر حله استانلس المونيا تيفال اي حاجه انت عايزاها، بس يكون اكبر مقاس عندك. ليه بقى بنحط فيه ما شاء الله كيلو ونص، يعتبر فول مشوش كمان. فبتحس ان هي بتاخد كميه كبيره، بتعمل لك الكميه دي شهر كامل، تقعدي تشوفي طول شهر رمضان تاكلي منها، ما بتبقاش ما تحتاجيش تعملي تاني. انما القدره نص في نص بالكتير قوي يبقى كيلو، هتلاقيها ضيقه عليها فبحس ان القدره مش ما بتنجزنيش زي الحله. بصوا بقى انا هنا حطيت الفول والفول المدشوش، وتحطي عليهم كوبايه عدس اصفر، تمام، بيدي لون حلو قوي، يعني وكمان قيمه غذائيه. وهتجيبي قمح بليله، انا عندي هنا البليله دي كنت مفرزاها في الفريزر، حطيتها. انت عندك قمح بليله عادي تمام، كنت مفرزه بليله وغليتيها مفيش مشكله، حطيها عادي مفيش مشكله. هي كمان برضو غذائيه كويسه قوي جدا، وبتدي طعم حلو برضو ايه لل... للفول. وهنحط مع ليمونيه عشان خاطر الاكسده الفول ما يبقاش الفول مأكسد يعني ويسمر مننا. مهم قوي الليمونه دي، اوعى تنسوها. السر بقى في ايه بقى اللي هيخلي لك الفوله تدوب والقشره تدوب؟ بصوا هو السر كله في معلقه واحده بس، معلقه بيكنج باودر. حطي معلقه بيكنج باودر بس، ما تكتريش برده، ما تحطيش معلقه كبيره قوي عشان برده ما يبقاش مدي طعم. يعني هي معلقه كده بالظبط، حطيها. وصدقوني انسي بقى الفول ده، حطيه بقى على النار هتلاقيه في ثواني بقى زبده. بس طبعا احنا مش يعني مش لازم يعني مش ثواني ثواني، يعني اللي هو ساعه او ساعتين، لا ادي برضو الفول حقه في التسويه. بصوا هنا الميه لما قلبت الميه مبيضه، ده بسبب البيكنج باودر احنا حاطينه، هو اللي مغير شكل الميه. بصوا بقى احنا حاطينه كله على بعضه، ميه ساقعه وكل المكونات بتاعتنا حطيناها فوق بعضيها. فول مدشوش، فول مدمس، عدس، بليله، واسمه دوت، وحطينا معلقه بيكنج باودر. احطه على النار على اكبر عين. وبعد كده بص اول ما يبدا يغلي هيطلع رغاوي. الرغاوي دي برده لازم تشيليها، اوعي تسيبيها برده. الرغاوي دي ما بتبقاش مفيده، وبتبقى فيها دي كل السموم دي طالعه على الوش كده ايه رغاوي. هنشيل كل الرغاوي ديت لحد ما الميه تبقى لحد ما تبقى خلاص ما فيهاش رغاوي. وهتبقى كده خلاص الفول بقى ايه، هنديله بقى ايه غلوه كويسه على النار. لما تدي الفول بقى غلوه يعني لازم تسيبيه يغلي الاول على عين كبيره، لان انت لو حطيتيه على عين صغيره هياخد معاكي وقت كبير جدا. يعني هتحسي ان انت ما شاء الله الحله كبيره وانت عايزه تنجزي. فاحنا اول حاجه بنحط الحله الكبيره على عين كبيره. بصوا اول ما بتبدا وشر وبعد ما تبدا تغلي كده بالمنظر ده، على طول على طول تنقليها على عين صغننه خالص. توطي النار بقى شمعة صغننه خالص، لان احنا عايزين الفول ده يقعد اكبر وقت على النار من غير ما يفقد الميه بتاعته. احنا حاطين ميه بزياده،
بس احنا مش عايزين تبقى ايه، لو النار عاليه هيشرب الميه بتاعته وهتضطري كل شويه تفتحي وتقلبي وتزودي ميه وتقفلي. احنا مش عايزين كده، كتر الفتح والقفل عليه بيسوده. بصوا بقى هنا بعد ما عدى عليه 8 ساعات، 8 ساعات كاملين. انت المفروض ان انت هتقولي لا بعد ساعتين 3 تقولي له ده استوى، لا بس انا عايزاه بعد ال8 ساعات بيبقى دايب. كل الاضافات اللي احنا حاطينها هي مش باينه ملهاش وجود، هو بس يعتبر الفول والميه بتاعته. بصوا المنظر عامل ازاي بس لوحده، احلى 100 مره من اللي احنا بنشتريه من بره. يكفي ان انت عاملاه في البيت ولا حاطه له اضافات ولا حاطه له اي حاجه. بصوا بقى، امسكي الفوليه هتلاقيها بتدوب، القشره نفسها بتدوب. بصوا ضغطه بس بسيطه عليها كله بيدوب في بعضه. يعني عايزه اقول لك بقى ايه، لا حبايه ناشفه ولا معسوله ولا تحس ان هي عامله زي الحصوه، لا مفيش الكلام ده، ده يبدوب كده. فصدقوني جربوه في البيت هيعجبكم جدا. هو ما شاء الله عليه ايه يعني، رامي الكيلو ونص من الفول والفول ونص مدشوش، ما شاء الله يرموا لك حله كبيره. الحله دي ما شاء الله تقعد لك طول رمضان تاكلي فيه. ولا تروحي بقى شوفي بقى الوفر اصلا اللي انت هتوفريه لما كل يوم. احنا مثلا اقل كيس دلوقتي تجيبيه ب 8 او 10 جنيه فول. شوفي بقى البيت انت لما تعمليه في البيت بقى، بصي ما شاء الله انت عملتي الكميه دي كلها وحاجه نظيفه عامل ايدك، انت فاهمه انت عامله ايه. فجربوا طريقتي ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تعجبكم، وان شاء الله يعني هتعتمدوا الطريقه ديت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش باللايك والاشتراك، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.